بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء وبنات الطلاب الصف الأول الإعدادي، النهاردة بناخد درس جديد مع الأستاذ عماد حمدي خليل، وأتمنى لكم يا رب كل التوفيق والنجاح. وأي حد عنده سؤال يا ريت يسيبولي تحت في التعليقات. الدرس بتاع النهاردة اسمه مجموعتنا الشمسية. مجموعتنا الشمسية، في سؤال مهم جدا: ليه الكواكب ما بتخبطش في بعض؟ بما تفسر عدم تصادم المجموعة الشمسية مع بعضها رغم إنها في حركة مستمرة، لأن كل واحد له سكة معينة، مدار معين، مسار معين. تمام أوي. يبقى لأن الله خلقها بأحجام معلومة وحدد لها مسارها الذي تسير فيه ولا تحيد عنه، زيها زي السكة الحديد والقطر. المجموعة الشمسية طبعا بنشوف قدامنا عطارد والزهرة والأرض والمريخ والمشتري وأورانوس وزحل ونبتون وبلوتو. جميل أوي الكلام ده. من خلال الشكل اللي فات نعرف ان اقرب كوكب هو ايه؟ عطارد. ابعد كوكب هو ايه؟ نبتون. اكبر الكواكب هو ايه؟ المشتري. تمام. كلام جميل. طيب، اعلن اجتماع الاتحاد الفلكي الدولي الذي عقد في العاصمه التشيكيه في بلد اسمها التشيك في براغ عام 2006 ان كوكب بلوتو طلع بره المجموعه ايه؟ الشمسيه. ليه؟ لانه لسه صغير وما ينفعش يبقى مع الكواكب. طيب، العلماء اكتشفوا 3 كواكب بس لسه ما حطيناهمش في المنهج بتاعنا. يبقى احنا المفروض الكواكب عندنا 11، بس احنا اللي هندرسه السنه دي 8 كواكب. صلي بينا على النبي. لما نتكلم بينا على الشمس، الشمس هي مركز المجموعه الشمسيه والباقيين كلهم بيدوروا حواليها اللي هم 8 كواكب. النجم الوحيد المضيء في المجموعه الشمسيه هو الشمس. اقرب النجوم للارض هي ايه؟ الشمس. بسم الله ما شاء الله، حاجه كده ايه جميله اهي. الشمس كره ملتهبه متوسطه الحجم، قد الارض كم مره؟ حوالي مليون مره. طيب، لو انا جيت وسالت وقلت اهميه الشمس ايه؟ تقول لي الشمس هي مصدر الضوء والحراره، او هي مصدر الحياه. طيب، كواكب المجموعه الشمسيه بتدور حول المجموعه الشمسيه في ايه؟ في مدارات. المدارات دي شكلها ايه؟ بيضاويه. منين؟ من الغرب للشرق. انا اديتك هنا شويه معلومات مهمين جدا 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 في السطر دهوت. اول حاجه مدارات. ماشي، يبقى المسار اسمه مدار، شكله مش كروش بيضاوي على شكل بيضة. ماشي. من الغرب للشرق. من الغرب لايه؟ للشرق. وهسألكم كمان شويه وعلى الله الاقي حد نسى. ركز بقى معايا في السؤال ده. بص يا سيدي، تعد الشمس مصدر للحياه ليه؟ لانها تمدنا بالضوء ايه؟ والحراره، زي ما انا قلت لك في الصفحه اللي فاتت. طيب، بنشوف عطارد، بنشوف الارض، بنشوف الزهره، بنشوف المريخ، بنشوف الكواكب الاربعه الاولانيين دولت اسمهم كواكب داخليه، والاربعه التانيين اسمهم كواكب ايه؟ خارجيه. الكواكب دهيت اللي هي الكواكب الداخليه هي نبتون، اورانوس. لا، دي الكواكب الخارجيه، ركز معايا. الكواكب الخارجيه هي نبتون، اورانوس، زحل، المشتري. طيب، الكواكب التانية عطارد، الزهره، الارض، المريخ. مجموعات الكواكب الداخلية هي كواكب صلبة قريبة من الشمس، أحجامها صغيرة، سريعة، دورانها عالي، يطلق عليها الكواكب الأرضية. يبقى كده هي شبه مين؟ الأرض. أنا بقول على الراجل ده بتاع اللب عشان بيبيع اللب، ده بتاع أم الخلول عشان بيبيع أم الخلول. طب دي كواكب أرضية ليه؟ لأنها شبه الأرض. طب إيه الكواكب الأرضية بقى يا ريس؟ قال لك هي عطارد والزهرة والأرض والمريخ. حلو أوي الكلام ده. مجموعة الكواكب الخارجية، أنا قلت على التانية إيه؟ قريبة، يبقى ديت بعيدة عن الشمس. أنا قلت على التانية إيه؟ صلبة، يبقى ديت غازية. أنا قلت على التانية كبيرة، صغيرة، يبقى ديت كبيرة. التانية سريعة، يبقى ديت بطيئة. طب التانية اللي هي عطارد والزهرة والمريخ وإيه؟ والتاني ما عدتش فاكر اسمه. عطارد والزهرة والمريخ والأرض. هنا بقى المشتري وزحل وأورانوس ونبتون. جميل أوي الكلام ده. لو جالك سؤال وقال لك ليه بنسمي الكواكب الداخلية الكواكب الأرضية؟ ها؟ شوف، 4 كلمات: لأنها تتكون من مواد صخرية مشابهة للأرض. يبقى إنها تتكون من مواد صخرية مشابهة لإيه؟ للأرض. لاحظ إن بين الكواكب الداخلية والكواكب الخارجية حاجة كده، الحاجة دي بنسميها حزام. الحزام دوت اسمه حزام الكويكبات. حزام ايه؟ الكويكبات. طب انا قلت لك الراجل بتاع اللب بنسميه بتاع اللب عشان بيبيع ايه؟ ها؟ حد يقول لي شوكولاته؟ لا، بتاع لب عشان بيبيع لب. يبقى حزام الكويكبات فيه ايه؟ فيه كويكبات، وبتاخد شكل حزام بين كوكب المريخ وكوكب المشتري. نشوف صورته اهوت. عباره عن كويكبات صغيره. كويكبات ايه؟ صغيره.
عارف الكتاب الصغير قوي بقول عليه كتيب، القلم الصغير قوي بقول عليه قليم، الكلب الصغير قوي بقول عليه كليب. طب الكوكب الصغير قوي بقول عليه ايه؟ كويكب. يبقى انا عندي كويكبات بين المريخ وبين المشتري، بين المجموعه الداخليه وبين المجموعه الخارجيه. بيبان هنا اكتر اهوت بين الكواكب اللي ورا والكواكب اللي قدام، هنا اوضح واوضح اهوت. طيب لو جه سؤال وقال لي الكواكب الداخليه زي ايه؟ اقول لك كوكب عطارد. كوكب عطارد ده عامل زي العيال الصغير اللي لازق جنب امه. يبقى كوكب عطارد هو اصغر كوكب وهو اقرب كوكب للشمس. وخلي بالك من حاجه، كوكب عطارد هو الكوكب الوحيد اللي بيدور حوالين الشمس بجانب واحد، بجانب واحد. عشان في طلبه كتير ما بتاخدش بالها من السطر ده اللي هو رقم 4، هو بيدور حوالين الشمس بجانب واحد. طب السنه عليه قد ايه؟ السنه عليه 88 يوم، يعني بيلف لفه كامله حوالين الشمس في 88 ايه يوم. بنشوف الكواكب هنا ما شاء الله حاجه كده ايه تفرح مال ولا شبه البيضه على راي البت امل. طيب لو انا جيت هنا اهوت وسالت بما تفسر يدور كوكب عطارد حول الشمس في مده اقصر من اي كوكب اخر. خد بالك كوكب عطارد لازق في الشمس وسريع جدا، اسرع كوكب، يبقى لانه كوكب قريب من الشمس وبيتحرك بايه؟ بسرعه. طيب لو جيت انا هنا وسالت سؤال ما نتيجه قرب عطارد؟ ها، ان هو بيتحرك بسرعه وبيدور بسرعه. السنه بتاعته كام؟ 88 يوم. بالنسبه لكوكب الزهره، كوكب الزهرة بيقترب من حجم الأرض. يبقى كوكب الزهرة بيقترب من حجم إيه؟ الأرض، وبنسميه توأم الأرض. طب ليه بنسمي كوكب الزهرة بتوأم الأرض؟ لأنه شبه الأرض في القطر والحجم والكتلة. حلو أوي الكلام ده. يبقى شبه الأرض في القطر والحجم والكتلة. لا يمكن تحديد مدة دورانه حوالين نفسه. ليه؟ لأن ليه غلاف غازي متماسك. يبقى كوكب الزهرة ليه غلاف غازي متماسك. طب كوكب الزهرة بيلف لفة كاملة حوالين الشمس في كام يوم؟ في 225 يوم. يعني السنة على كوكب الزهرة 225 يوم. طيب بنشوف هنا بعض الأسئلة اللي ممكن تجيلنا على الزهرة. ليه كوكب الزهرة توأم الأرض؟ لأنه قاف كاف حاء، قطر كتلة حجم شبه بعض. لا يمكن اختراق كوكب الزهرة لأن له غلاف غازي متماسك. لا يمكن تحديد مدة دوران كوكب الزهرة لأن له غلاف غازي متماسك. دي جميع الأسئلة اللي ممكن تجي لك حوالين إيه الدرس. طب لو جالي سؤال وقال لي ما نتائج تشابه كوكب الزهرة مع الأرض في القطر والحجم والكتلة؟ أقول له إن هو بقى اسمه توأم الأرض. طب لو جه سؤال وقال لي ما نتيجة وجود غلاف غازي متماسك حول كوكب الزهرة؟ أقول له ما إحناش عارفين مدة دورانه حول نفسه. خد بالك السؤال بتاع بما تفسر إجابته هي ما النتائج، وإجابة ما النتائج هي بما تفسر. كوكب الأرض أجمل الكواكب التي تشاهدها في الفضاء، يميل لونه إلى الأزرق، وطبعا لونه الأزرق لأنه بيعكس لون السماء. والدليل على كده إن المية بالليل بيبقى لونها أسمر لأن السماء بيبقى لونها إيه؟ أسمر. حواليه مية 71%. يبقى المية اللي حوالين كوكب الأرض 71 في إيه؟ في المية من مساحته. يبقى اليابس كام؟ برافو 29. طب لو واحد قال لك 29 و3 من عشرة أقول له صح. لو واحد قال لي المية 71 70 و7 من عشرة أقول له إيه؟ صح. زي ما أنت شايف معظم الكوكب إيه؟ مية. وإحنا عارفين قارات العالم طبعا اللي هي أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا. طيب لو جه دلوقتي وقال لي كوكب الأرض حواليه كام قمر؟ أقول له هو قمر واحد بس، قمر مسكين. يدور حول الشمس في مدار ثابت. طب الارض بتلف لفه كامله قد ايه؟ اقول له كل 365 يوم وربع، كل 365 يوم وربع. طيب لو جالي هنا سؤال وقال لي ليه بنسمي كوكب الارض بالكوكب المائي؟ اقول له لان نسبه الميه فيه 71% او 70 و7 من عشرة، الاثنين صح. طب لو جه سؤال وقال لك بما تفسر وجود حياه على كوكب الارض دون الكواكب الاخرى؟ اقول له لان بيقع في وضع مناسب وفي جميع العناصر المناسبه من اكسجين ومن حراره ومن جاذبيه ومن كل حاجه مناسبه على كوكب الارض. نيجي لكوكب المريخ. المريخ ابني مسميه كوكب البطيخ. ليه؟ لان المريخ لونه احمر. يبقى المريخ على راي فريد ابني البطيخ لان هو لونه ايه؟ احمر. بيتميز باللون الاحمر ليه؟ بسبب ان فيه اكسيد الحديد. يبقى فيه اكسيد الحديد في التربه بتاعته وهو اصغر من الارض. بتستغرق دورته حول الشمس 687 يوم. يعني السنة في كوكب المريخ 687 يوم. طبعا احنا بنشوف هنا ايه كوكب المريخ اهوت ظاهر ورا الارض
وبين المشتري اللي هو الكوكب ده هوت. تمام. طيب لو انا جيت دلوقتي وسألتك سؤال، ها، ايه مش عارف؟ طيب اكرر لك السؤال تاني. ليه بنقول عليه كوكب احمر؟ لانه غني باكسيد الحديد. طب ايه اللي حصل لما بقى غني باكسيد الحديد بقينا نقول عليه كوكب ايه الاحمر؟ ايوه كده فوق معايا. وبكده نكون انتهينا من الكواكب الداخليه. واتمنى يا رب ان انتم تكونوا فهمتوا. اي حد عنده سؤال او تفصيل او استفسار يا ريت يكلمني على صفحه مستر عماد حمدي خليل على الفيسبوك او على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.